هتعملوا النهارده ألذ كاسات بالكنافة وألذ شوكولاتة محشية جواها. مش هقول لكم الصوص ده هتستخدموه بعد كده في كل حاجة، في أي حشوات عندكم هتعتمدوا الصوص السريع جدا ده. كمان وصفة النهاردة نباتي صيامي، تنفع وقت الصيام وتنفع في العادي طبعا. هقول لكم كل التفاصيل والتريكات، بس لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجه معايا جهزتها هي الشوكولاته الخام. الشوكولاته الخام بتاعتي انا جبت النهارده سما طبعا تحفه وانا بحبها جدا وكذا نوع كويس، بس النهارده لقيت عندي سما. هعمل ايه؟ ان انا هسيحها الاول على بخار ميه. هحط الباكت بس واحد وهسيحه على حمام ميه يعني. عقبال ما يسيح هكون بقى بعمل الكنافة بتاعتي ده نص كيلو من الكنافة، حطاه في الفريزر، حطاه تقريبا مش اقل من 3 ساعات، مش اقل خالص من 3 ساعات، بحيث ان انا لما اجي اعمله كده بايديا مش من غير كبة بقى ولا سكينة ولا اي حاجة، يدوبك كده بالايد بيتفرتك كده خالص وبينعم اكني طحناه بالظبط في الكبة يعني. لو متجمدة كويس هتتكسر معاكم بمنتهى السهولة ومش هتاخد وقت. بصوا بتتكسر ازاي وهوريكم في الاخر النتيجة. عايزين تقطعوها بالسكينة ممكن، عايزين تحطوها في الكبة برضو ممكن. وبرضو للناس اللي مش عارفة ازاي اسيح الشوكولاتة على حمام مية، فانا بحط حاجة من تحت فيها مية سخنة على البوتاجاز وفوقيها حاجة تاني بتستحمل الحرارة، وبحط بقى الشوكولاتة في الطبق مثلا الازاز ده اللي بيستحمل الحرارة او اي حاجة عندك بتستحمل الحرارة، هحط فيها الشوكولاتة من فوق والمية بتغلي من تحت والشوكولاتة من فوق مش جايلها مية خالص طبعا، هي بس بتسيح على البخار اللي طالع من البراد مثلا اللي تحت او اي حاجة انتوا حاطين فيها المية بتغلي، وبفضل اقلب فيها من غير ما اجيب عليها نقطة مية، بفضل اقلب فيها كلها لحد ما تسيح خالص. بصوا بقى الكنافة زي ما قلت مش محتاجة كبة خالص. طبعا ممكن احطها في الفرن وممكن اعملها زي ما انا هعملها دلوقتي، هحطها على البوتاجاز، هقلب فيها على البوتاجاز ومش هحط عليها سكر بودرة. انا بس حطيت كده هو 3 معالق من السمنة النباتي، سمنة نباتي 3 معالق، وابتديت ان انا اقلب فيها على البوتاجاز كده من فوق، بس قلبوا فيها كويس عشان هي ممكن تتلسع من اطراف واطراف لا. وانتوا بتقلبوا فيها ممكن تتعرضوا للحتة اللي انا هوريها لكم دي، ان انا هي ابتدت تعمل كور كده او كلكعت كده حتت كده كتير، ما بقتش كلها متفرطة يعني. فلو قابلتكم الحتة دي بصوا في حتت كده اهوت مكلكعة كده وفي حتت واخدة اللون الذهبي الحلو، في الكب على طول هوقف، بس طبعا هي كده لسه ما استوتش، هي كده لسه لونها فاتح ومش مستوية، فهوقف النار وبعد كده هحطها في الكبة واديها طحنة كده، بمجرد ما اشغل الكبة طحنة كده خفيفة بتتفك وترجع تاني كلها واحد، وبعد كده ارجع تاني احطها على البوتاجاز افضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها الحلو اللي هو الفاتح، ما تزودوش سوا عليها عشان ما تتحرقش، وبتستوي بسرعة يعني، هي مش بتاخد وقت خالص على النار خالص، هي بس بتاخد منكم ان انتوا لازم تقفوا جنبها وتفضلوا تقلبوها. حتى لو دخلتوها في الفرن برضو لازم كل شوية تفتحوا الفرن وتقلبوا الكنافة في الصينية في الفرن عشان ما تتحرقش من حتة وحتة لا، او من تحت وفوق لا. والاسهل ان انا بعملها من فوق كده وبس. هرجع بعد كده بقى الحلة على النار واقلب فيها لحد ما تديني اللون الذهبي. الخطوة اللي بعدها جهزت الخلاط معايا، جهزت الكوباية بصوا مشبرة يعني مية متلجة، يعني هي كانت كمان عاملة وش كده من فوق فيه تلج شوية. الكوباية دي مليتها مية وحطيتها في الفريزر، انا بس هحتاج كوباية مية دلوقتي. حطيت كوباية مية عليهم معلقتين بس من الكريم شانتيه الخام من غير سكر خالص، وهديهم ضربتين 3 كده في الخلاط، مش هتطول خالص خالص وهتتماسك نوعا ما، مش هتبقى كريم شانتيه يعني حشوة تورتة لا، بس هو هيمسك نفسه كتير يعني مش هيبقى مية. طيب لو ما مسكش نفسه وقوامه تقل ولسه سائل خالص خالص ممكن تزودوا معلقة تاني بس.
زودت قصدي ضربت الكريم شانتيه كويس وخلاص. وادي الشوكولاته الخام سيحتها، بصوا قوامها هي كده من غير اي اضافه اي حاجه. وده بصوا قوام الكريمه هو هيبقى كده. حطيت ده على ده، وبسرعه هقلب الاتنين مع بعض. وده بقى ما اقولكوش على طعمه تحفه، طعمه تحفه. السكر بتاعه مظبوط جدا، الكريمه من غير سكر والشوكولاته مسكره، فالطعم تحفه. هو دلوقتي القوام بتاعه سايل، بصوا شايفين قوامه سايل خالص ازاي؟ ده كده قوامه سايل. تقدروا ان انتوا تزينوا بيه التورته كده اهوت، وهينزل من على الجوانب، او تزينوا بيه اي حاجه وهيبقى صوص سايح كده معاكم، وبس مش ميه، لا هو متماسك برضو وماسك نفسه. او تشيلوه في التلاجة زي ما انا هعمل دلوقتي. هشيله في التلاجة بيتماسك برضو بسرعه، يعني في خلال مثلا نص ساعة او ساعة هيمسك نفسه، وهيبقى بقوام ان انا اعمل منه روزيتات، او اعمل منه اشكال كده زي الكريم شانتيه، يعني هيبقى بقوام كريم شانتيه. بصوا دلوقتي هو قوامه عامل ازاي، ولما اسيبه في التلاجة قوامه هيتغير جدا. عايزين تستخدموه كده ماشي، عايزين تستخدموه كده ماشي. وده كمان هحضر معايا طبقة الكريمة، ممكن تستغنوا عنها وممكن تعملوها. انا عملتها طبقة الكريمة. حطيت نص كوباية من السكر، مش سكر بودر او سكر بودر، يعني ده متاح وده متاح. انا حطيت نص كوباية من السكر الابيض العادي، عليهم كوباية من المية، عليهم كوباية من الكريم شانتيه. ده معيار الكريمة الخام. كوباية مية عليهم كوباية كريمة، عليهم نص كوباية سكر. المية بتزيد بقى على حسب نوع الكريمة اللي انتوا جايبينها. ف بدوب السكر الاول بنسبة كبيرة في المية لوحده، وبعد كده بحط الكريمة عليه، او البودر بتاع الكريم شانتيه يعني، وافضل اضرب فيهم لحد ما يبقى قوامه زي ما انتم شايفين كده. تقدروا بقى تزودوا مية تاني عن الكوباية، مثلا بمعلقتين مية، 3 مية، نص كوباية مية، يعني على حسب نوع كريم شانتيه اللي انتوا جايبينه وبياخد مية كتير او لا. بس مبدئيا حطوا كوباية مية واحدة بس لكل كوباية كريمة. هحطه بقى كده في الكياس. وحضرت بصوا الشوكولاتة بعد ما دخلتها التلاجة، بصوا قوامها هو ده القوام الحلو اللي انا عايزاه دلوقتي. كنت محضرة في البولة الصغيرة دي، محضرة حبة شربات كده صغيرين. حطيت كوباية مية عليهم 3/4 كوباية سكر، وسبتهم يغلوا، وعصرت عليهم عصرة نص ليمونة، وسبتهم يغلوا مفيش 5 دقايق، وطفيت وسبتها كده. هي بردت معايا، والكنافة كمان بردت عشان انا كنت بعمل فيها براحتي يعني. فده برد وده برد، الكنافة كده باردة والشربات بارد. كمان الشوكولاتة اللي انا بحطها دلوقتي هعبيها في الكيس علشان يكون سهل توزيعها في الكاسات الصغيرة بتاعتي. طعمها تحفة بجد. كريمة الشوكولاتة دي او صوص الشوكولاتة ده طعمه تحفة. اول حاجة معايا حطيت طبقة من الكنافة، هحط عليها معلقتين كده، ما تزودوش شربات خالص، يعني هي سكرها كده معتدل جدا. حطيت شوكولاتة، طبقة كده من الشوكولاتة، وما تقلوهاش برضو عشان ما تبقاش دسمة قوي يعني. وكمان طبقة الكنافة بتكون خفيفة نوعا ما يعني، فعشان ما تبقاش طعم الشوكولاتة طاغي قوي على الكنافة. وادي طبقة كنافة سهل جدا. بصوا ابني كان بيعمل معايا فاديته ان هو يجرب، يعني سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة، هي مجرد بس رص طبقات مش اكتر. بعد كده هحط طبقة من الكريمة. زينوا بقى الوش، يعني بصوا زي ما انتوا عايزين تعملوا. انا ما كنتش محضره حاجه، حضرت كده بس حطيت سور كده من الكنافه، وعملت بعد كده روزيتات من الشوكولاته تاني. عندكم مكسرات تحطوا من فوق، عندكم كريز، عايزين تسيبوها كده بس وشها كريمه، كل حاجه متاحه يعني، مفيش اي حاجه تاني. انا استكفيت كده بالشكل ده لينا، واحنا عايزين ناكلها كده ما فيهاش اي حاجه. مره حطيت
طبقة شوكولاتة تحت، ومرة حطيت طبقة كريمة تحت، والاتنين مش بيفرقوا حاجة طبعا. ولا اسهل ولا اسرع من دي كنافة بجد، يعني عجبتنا جدا جدا وعجبت الاولاد. مش بياخدوا بقى بالقطعة، بياخدوا بالكاس كده او بالكوباية او بالبولة، يعني حاجة كده لطيفة ولذيذة. لازم كل ما نجيب كنافة لازم اعملها كده، هما بيحبوها كده كمان. وصوص الشوكولاتة لايق جدا جدا مع الكنافة، جربوها، سهلة قوي. وبس كده. هبتدي ان انا ازين فيها زي ما قلت، التزيين ده يرجع لكم انتوا، زينوا فيها بقى براحتكم. وبس كده، دي وصفة النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها هنا على القناة. واستنى بقى منكم كومنتاتكم الحلوة، واعملوا شير للفيديو، واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.